هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله. بجدد التحية أعزائي المشاهدين. أنا معاكم مجدي منصور وبرنامجنا الأسبوعي معاكم مجدي منصور. طيب احنا الفترة الأخيرة في عندنا المفترض طرح أراضي بتنزل من هيئة الإسكان. في المعظم وفي الغالبية في ناس راضية جدا عن الطروحات ديت، لكن احنا تابعنا في فترة أخيرة بعض المواقع بتتكلم عن طرح الأراضي سواء السكنية أو غير السكنية من هيئة الإسكان. في تقرير كان موجود عن بريبرتي ستيت كانت بتتكلم فيه عن طرح الأراضي السكنية وعن طرح الأراضي الغير سكنية في الفترة الأخيرة. اتكلم التقرير دوت عن الأراضي السكنية وقال إن في بعض الناس ممكن يكون قلة من المطورين أبدو إن هم يعني شوية الأمور بالنسبة لهم مش أحسن حاجة في الأراضي السكنية، لكن إحنا علقنا على دوت في الفترات اللي فاتت وقلنا إن وزارة الإسكان بتطرح أراضي سكنية كتير في الفترة الأخيرة على أساس إن هي ترضي معظم المواطنين أو معظم المطورين العقاريين في مصر. فالتقرير كان بيقول ان الفئة من الناس يعني عندهم بعض التخوفات من ان الاراضي السكنية ما تكونش كافية اللي احنا محتاجينه في الفترة الاخيرة. وفئة من الناس تانية اتكلمت وقالت لا طبعا ان احنا عندنا رضا كبير من المطورين العقاريين، عندنا رضا كبير من الطروحات اللي بتحصل من وزارة الإسكان. والاختلاف ده طبيعي ان انت تلاقي في ناس عندك راضية عن الطرح اللي بيحصل وناس تانية عندها اختلاف، والاختلاف دايما بيولد بالنسبة لنا نتائج إيجابية. وبالنسبة للأراضي غير سكنية، طبعا الأراضي غير سكنية اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الأراضي التجارية الإدارية الطبية، في تقرير برضو اللي كانت نقلته بريبرتي ستيتس، وهي على فكرة هي أحد المواقع المهتمة جدا بالشأن العقاري، بتقول ان برضو الناس المطورين او المطورين اللي مهتمين بالشأن في الأراضي الغير سكنية
مبسوطين جدا من الطرح بتاع الاراضي الغير سكنيه في مصر، وقال ان احنا عندنا فئه كبيره من المطورين مهتمين ومبسوطين جدا من الطروحات اللي بتحصل ديت بتاعه الاراضي غير السكنيه. بمعنى ان الاراضي غير السكنيه سواء الاداري او التجاري او الطبي دايما بيكون في اقبال عليهم، والمطورين العقاريين راضيين جدا عن الطروحات الاخيره من وزاره الاسكان. خلينا نطلع فاصل ونبدا حلقتنا ونتكلم بشكل اوضح عن النقط دي. هذا البرنامج برعاية نشر موقع بروبرتي ستيتس المتخصص في الشأن العقاري أن 43.8% من الكيانات غير راضية عن الآليات المختلفة لطرح الأراضي السكنية. يبدو أن جهات طرح الأراضي لم تنجح في ابتكار آليات طرح الأراضي المختلفة بما يلبي رغبات الشركات العقارية المشاركة، وهو ما ظهر في الاستطلاع الذي أجرته نشر بروبرتي ستيتس، وهو أن 12.5% من قادة الشركات راضون إلى حد ما عن تلك الآليات. وبنفس النسبة أبدى قادة الشركات العقارية رضاهم عن تلك الآليات، في حين أن 6.2% من المشاركين راضون تماما عن ذلك. وإحنا قلنا وعلقنا وقلنا أن ده آراء ممكن تكون من بعض المطورين. وقالت برضو أن 43.8% من قادة الشركات العقارية المشاركة في الاستطلاع غير راضين عن آليات طرح الأراضي السكنية، في حين أبدى 25% من المشاركين عدم رضاهم تماما عن آليات طرح الأراضي، بينما أبدى قادة الشركات العقارية أنهم راضون إلى حد ما عن أسعار الأراضي غير السكنية. نشر موقع بروبرتي ستيتس برصد فيه طروحات الأراضي غير السكنية اللي احنا اتكلمنا قلنا ان ممكن تكون إدارية طبية، والذي تم التركيز فيه على مجموعة من العناصر من بينها أكثر المناطق التي يفضلها قادة الشركات العقارية من حيث الاستثمار وكذلك قيمة الأرض تقريبا من إجمالي تكلفة المشروع غير السكني، فضلا عن مدى رضا تلك الشركات عن حجم الأراضي المطروحة من جانب جهات الطرح، فضلا عن التوزيع الجغرافي للأراضي.
بالإضافة على أسعار تلك الأراضي، شارك في النشر مجموعة مميزة من قادة الشركات العقارية، وقد راعت في اختيارها أن تمتلك الشركات على الأقل مشروعات غير سكنية أو جزء غير سكني داخل المشروع العمراني المتكامل. كما قامت وراعت نشر بروبرتي ستيز أن يكون هذا التمثيل لكل منطقة تم تنفيذ مشروعات عقارية بها حتى يتسنى لها الخروج بنتائج أكثر واقعية. وقد شارك في العدد الجديد من نشر بروبرتي ستيز ما يزيد عن 20 شخصية من قيادات الشركات العقارية. انتقلت النشرة إلى عددها الجديد للحديث عن مدى رضا شركات التطوير العقاري عن حجم الأراضي المطروحة من جانب جهات الطرح خلال الفترة الماضية. ويبدو أن قادة تلك الشركات لديها حالة من الرضا إلى حد ما عن حجم الأراضي غير السكنية المطروحة عن جهات الطرح. واحنا قلنا برضو ان ده ممكن يكون مجموعة من المطورين كانوا أبدوا في الموقع رأيهم، وده دايما بيكون فيه سبب في تحسن الأفكار اللي بتبدأ تحصل في الفترة اللي جاية. وأجرى الموقع مؤشرات الاستطلاع الذي أجرته النشرة على أن النحو التالي 31.8% من قادة الشركات العقارية راضون إلى حد ما عن حجم الأراضي غير السكنية المطروحة من جانب جهات الطرح، في حين يرى 22.7% من قادة الشركات العقارية أنهم راضون إلى حد ما عن حجم تلك الأراضي، في حين يرى 27.3% من قادة الشركات أنهم غير راضين عن حجم الأراضي المطروحة، بينما 13.6% من قادة الشركات العقارية راضون تماما عن حجم الأراضي المطروحة من جانب جهات الطرح، في حين أن 4.5% غير راضون تماما للموضوع. طيب احنا كده اتكلمنا عن النقطة ديت وشرحنا ونقلنا وجهة نظر الموقع اللي ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة، بس دايما احنا بنحاول ننقل الآراء اللي ممكن بإذن الله تفيدنا في الفترة اللي جاية. تعالوا نروح لموضوع تاني وهو موضوع شاغل الناس تماما في الفترة الأخيرة، وهو أسعار البنى. أسعار البنى في مصر الفترة الأخيرة كانت شهدت أسعار مختلفة ومتفاوتة في الفترة الأخيرة. يعني لو قلنا في 8 اللي فات في مختلف الأسواق المحلية والعالمية شهدت حالة من الاستقرار من حيث سعر طن الحديد إلى الذي أدى إلى انخفاض على مدار اليومين الماضيين. حيث تعد مواد البناء من أبرز السلع التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة من جانب قطاع كبير من التجار والمواطنين. طبعا معروف ان الحديد اهتمام الناس بيه مهم جدا جدا، خصوصا في السوق المصري في الفترة الأخيرة. وسجل سعر الحديد المصري الاستثماري 40,869 جنيه للطن الواحد، ده طبعا سعر البيع للمستهلك. وسعر الأسمنت كان وصل سعره تقريبا لحوالي 2000 وشوية. فبالتالي احنا بنتكلم ان أسعار المواد اللي موجود في مصر في الفترة الأخيرة بيشهد استقرار، اللهم لك الحمد، وبيشهد كمان تقريبا قلة في الأسعار في الفترة الأخيرة. وقد علق على ذلك الباشمهندس أحمد الزين رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية أنه من 18 أغسطس رفعت شركة المصريين سعر طن الأسمنت ل 2505 والأسمنت المقاوم إلى 2605 جنيه تسليم في أرض المصنع، وتزيد الأسعار 100 جنيه من 20 أغسطس 2024، يعني ده طبعا في الفترات الأخيرة. بينما سعر الرمل والزلط يتراوح سعر متر الرمل ما بين 195 جنيه وحتى 225 جنيه مصري، وتراوح سعر متر الزلط من 215 جنيه مصري حتى 225 جنيه مصري. كما زادت على نحو ملحوظ أسعار الأراضي والعقارات في المدن الجديدة في الفترة الأخيرة. تعالوا نتكلم على موضوع الأراضي دوت شوية. الفترة الأخيرة طبعا وطبيعي أنت لما بتلاقي عندك تفاوت في أسعار البنى بيكون ده مقابل لزيادة في أسعار الأراضي، لأن الأرض هي الأصل اللي احنا بنبني عليه كل المنظومة العقارية أصلا. فطبيعي لما يزيد عندك شوية أسعار البنى إن حضرتك يحصل عندك زيادة في أسعار الأراضي العقارية اللي متواجدة في المدن الجديدة. بنقول ان في حصل تفاوت في ارتفاعات ما بين مدن الجديده زي زايد الجديده، اسعار الاراضي فيها زادت مما ادى الى زياده في اسعار الوحدات. ما طبيعي جدا انت لما يكون عندك في زياده في اسعار الارض يحصل عليه ناتج زياده في اسعار الوحدات. يعني لو قلنا ان متوسط اسعار الشقق في الشيخ زايد في الفتره الاخيره وصل ان هو يبدا من 20,000 الشيخ زايد الجديده، سواء الشيخ زايد الجديده او الشيخ زايد مثلا في بعض الاكستنشن ليها زي الثوره الخضراء زي ما كنا اتكلمنا عنها قبل كده، بيبدا سعر المتر فيها في الوحدات السكنيه يتراوح من 20,000 ل 40,000. طبعا ده سعر بدا يبقى عالي شويه، وبالتالي ده سعر الوحدات العقاريه في منطقه الشيخ زايد. واسعار الفيلل برضه في الشيخ زايد بدأ متوسط أسعار الفلل يبدأ من 30,000 لحد 70,000 جنيه للمتر المربع في الفيلات.
فلو قلنا مثلا عندنا الحزام الاخضر، بقت اسعار العقارات عندنا في الحزام الشقق بتتوسط سعر الشقق فيه من 40,000. على فكره يمكن احنا ما ابديناش كلام ان في وحدات شقق في الحزام الاخضر، لكن هنوضح ده في الفترات الجايه ان في شقق متواجده داخل الحزام الاخضر ومتوسط السعر فيها تقريبا من 35 ل 40,000 جنيه، بينما سعر الفيلات في الحزام الاخضر بقى متوسط السعر فيه من 45,000 جنيه تقريبا. ودي اسعار اكيد هتعوز مننا تعليق، هتعوز اكيد مننا تعليق. وللتعليق على التغيرات في اسعار البناء والوحدات ينضم الينا المهندس احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا احمد بيه، منورنا يا فندم. احمد بيه، احنا بنتكلم النهارده عن تفاوت في اسعار الوحدات، بينما احنا تمام. عندنا تقريبا في ثبات، وفي تقريبا كمان نقدر نقول ان الحمد لله انخفاض في اسعار البناء. ايه السبب في ان النهارده انا الاقي عندي الوحدات زادت بالسعر دوت؟ ده يا ترى سببه ايه؟ هو السبب الرئيسي ان طبعا المطورين العقاريين النهارده بيتحوطوا، لان هو النهارده في عدد كبير من المطورين بيطرح مشروعه للبيع قبل ما يكون هو بنى المشروع او بنى الوحدات دي. مظبوط. زي ما انت شايف الشركات كلها واعلاناتها، اول ما بتستلم الارض بتعلن عن المشروع، وبيحدد ان هو هيسلم المشتري في بعد 4 سنين، وساعات بتوصل ل5 و6 سنين، فهو بيتحوط من القادم يعني. فعشان كده بيرفع الاسعار معظم المطورين يعني. احنا يمكن كنا قابلنا احمد بيه من فتره احد القوانين اللي الزمت المطورين ان هو ما يطرحش غير بعد 30%، وده كان بوشنج المفروض للناس، المفروض يعني كان يلتزموا بيه، كنا نتمنى ده. المفروض النهارده ان ما فيش حد يطرح حاجه للبيع الا اذا هي كانت موجوده، على الاقل الهيكل الخرساني، عشان مظبوط. النهارده يقدر حتى يكون هو نفذ 50% مش 30، يبقى هو اللي تحت ايده التشطيب، او مظبوط. يبيع بدون تشطيب والمشتري هو اللي يشطب. طب هل ده امر مقلق يا فندم؟ يعني احنا نقدر نقول ان ده امر مقلق شويه للعملاء؟ يعني النهارده ان انت بتتحوط، ماشي تمام، انت بتتحوط وبتحط سعر مبالغ فيه شويه عن السعر الطبيعي للوحدات. ما هو المتضرر هنا الوحيد مظبوط. المستهلك. مظبوط. مظبوط. عشان كده احنا عايزين او بنطالب الدولة ان ما فيش اي مطور يطرح اي وحدات الا على الاقل ما يكون الهيكل الخرسانة النهاردة يكون جاهز. احنا عندنا بعض الوحدات يا احمد بيه اللي بتطرح من الدوله على كده، ايه يعني الناس دي بتبني ببلاش؟ يعني لما نيجي نقارن وحدات اللي بتبنيها الدوله بتعرضها في السوق على مساحات من التقسيط بتوصل ل 30 سنه، ونيجي نقارن ما بين المستثمرين، لا في جاب كبير قوي يا احمد بيه، في جاب لا، كبير ما ده بين انا المطور عايز كمان الفت نظر حضرتك لحاجة. النهاردة المطور ما بيسلمش قبل 5 سنين، متفقين؟ مظبوط. ال5 سنين دول انت بيكون هو بيعلق على 6 سنين او 7 سنين، بيكون انت دفعت لا يقل عن 60 او 70% من مظبوط. الوحدة، مظبوط. وهو ما بيسلمكش فعلا الا ما تكون سددت كده. معنى كده ان هو بفلوسك بين الوحدة، وال30% الباقيين دول المفروض هي الارباح بتاعه. عشان كده احنا بنطالب الدولة انها تتدخل، لازم على الاقل، مش هقول الهيكل الخرساني بين قوسين كده. مظبوط، على الاقل خالص. احنا دايما عشان شعارنا ان احنا نحاول نبني المستقبل ونحافظ على وجود الدولة مع المستثمر او الشعب، الناس الطبيعية اللي بتشتري، فبنحاول نتدخل في بعض النقط ديت لنلفت نظر الناس ان ناخد بالنا شوية ان الاسعار دي. انا عايز اقول لحضرتك النهارده انا عندي بعض الاسعار في المدن الجديدة زي غرب القاهرة في الحزام الاخضر، الفيلات وصلت ل 25 و30 مليون. فندم حضرتك، انا كنت قاعد مع صديق امبارح، عندك يعني حاجة قريبة لا داعي لذكر اسمها، من البوابات بتاع اسكندرية. مظبوط. الشقة ال200 متر مظبوط. دي 33 مليون، المتر ب165 ألف جنيه، شقة في عمارة، المتر ب165 ألف جنيه. ارقام مبالغ فيها جدا يا احمد بيه. هو ده بعض اللي احنا بنتكلم المشاريع فيه. التانية في التجمع المتر تعدى ال100 ألف جنيه، ولسه ما تمش أعمال الحفر أصلا، يعني ما فيش حاجة موجودة على الطبيعة.
المستثمر غصب عنه بيضطر يحط فلوسه، لان هو بيحاول يتحوط هو كمان، وان هو يحط فلوسه في مكان يبقى امن، فهو لقى ان العقار هو امن مكان يستثمر فيه. لكن مع زياده السعر ديت ما هو ممكن يحصل في مشكله في المستقبل. واللي خلانا نتكلم ونثير الموضوع النهارده هو التخوف الكامل مننا يا احمد بيه ان لا قدر الله تحصل مشكله في المستقبل بسبب الزيادات الغريبه اللي بدات تحصل هو دي. مش هيحصل مشكلة، هو هيبقى فيه يعني نقول تراجع في المبيعات. يعني حضرتك النهارده اللي كان بياخد شقة عشان ياخدها ويبيعها بعد سنة وياخد فيها مبلغ، مش هيلاقي الكلام ده في المستقبل، لأن الأسعار ارتفعت. وده فعلا. ما بقتش القوة الشرائية، ما بقتش مع كل الناس ان هو النهارده انها تقبل على العقارات بشكل كبير. ارتفاع الاسعار ده مش هنقول ان هو هيعمل تراجع في المبيعات. احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا في الفتره الجايه زي ما حضرتك قلت التدخل من الدوله في الزام المطور العقاري ان هو زي ما حضرتك بتقولي على الاقل الهيكل الخرساني اديني عشان 30% ما نجيش زي ما قالت نبص، الدوله. في مظبوط. ناس متوقفة بقالها 5 6 سنين ما كملتش، يعني ده حفاظا على المشتري وعلى المستهلك، وده حفاظا حتى على الشركة اللي هي جاية تاخد أرض من الدولة وتستثمر فيها. مظبوط. احنا بنساعد كده، الدولة بتساعد الطرفين يعني. مظبوط. وحضرتك موضوع التشطيب معاه في النهاية مش هياخد سنة، فخلاص يقدر يحسب تكاليفه. وخصوصا ان هو لو طرح وهو عامل الجزء اللي حضرتك بتقوله سواء الهيكل او 30%، فعلا هيلاقي نفسه في تراستنج عنده من العملاء قوي جدا. يعني العملاء هيبقى في عندها ثقه فيه ان هو راجل بينفذ وشغال. وانا عايز اقول لك في بعض المطورين برضو بعملوا كده، ما مم. بيطرحش الا بعد ما بس دول قله للاسف. اه دول اه قله اه للاسف في لا، السوق في العقاري في المصري. فعلا يعني. ده للاسف. يعني احنا بنحاول ان احنا نرفع شويه من فكر المستثمر المصري المطور، ان هو انت النهارده انت بتطالب وبتطالب وبتطالب. طب ما تحط ايدينا في ايدك، انت راجل بتفتح مشروع واثنين وثلاثه واربعه وانت ما نفذتش اصلا اي حاجه في المشروع الاولاني. بالظبط. فده خطر على المستثمر اللي بيجي يشتري منك، وفي الاخر ممكن يكون المستثمر ده مش مصري فيرجع يقول لا ده والله اشتريت في مصر حصل كذا. فاحنا بنتخوف ان لا قدر الله الحاجات دي تكون سبب في ضرر قدام شويه، فقلنا نلفت نظر الناس. لكن بالنسبه لاسعار البنى حضرتك طبعا متابع، الحمد لله احنا عندنا ثبات ويمكن في تراجع كمان في الفتره الاخيره. يعني احنا عندنا الحمد لله استقرار في الاسعار. الحديد بقى له 4 شهور اسعاره مستقره، احتمال ان هو ينخفض اسعاره الفتره اللي جايه، حلو جدا. نتيجه لانخفاض اسعار الخام الحديد بره، وده احنا بنستورده من الخارج. يمكن ما فيش الاسمنت، ان في زيادات طفيفه ان شاء الله تستقر الفتره اللي جايه. احنا بنشكر حضرتك يا احمد بيه، احنا تشرفنا بوجود حضرتك معانا، وباذن الله تكون ضيف معانا قريب باذن الله. بشكر باشمهندس احمد زين رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية. احنا اتكلمنا في الموضوع ده النهارده زي ما قال احمد بيه ان ده احتمالية تراجع القوة الشرائية تحصل شوية. يعني النهارده بدل، وعلى فكرة هو المطور بدأ يفكر في كده، فبيقول لك انا بدل ما ابيع مثلا ل10 انا ممكن ابيع ل5، بس عايز اكسب من ال5 ده اللي كنت بكسبه من ال10. احنا بنساعدك، احنا عملنا البرنامج دوت ومن السيزون الاول وقلنا احنا عايزين المطورين يزيدوا في المدن، في المدن الجديده غرب القاهره، ومعاك وفي ظهرك وفرحانين ان الحمد لله احنا كنا سبب، ربنا جعلنا سبب في وجود مطور واثنين وثلاثه وعشرة و100 دلوقتي في المدن الجديده. بس برضو انت كمان ما تحاولش تحمل على العميل قوي، الاسعار مبالغ فيها. شقه النهارده في بعض المناطق زي ما قال احمد بيه بالرقم دوت، بعض المناطق التانية ستارتنج من 8 مليون بدايه الشقه والوحده ال 120 متر من 8 مليون، فده رقم كبير. الفيلات برضو في مدن او في المناطق العقاريه اللي احنا شغالين عليها برضو بدا يبقى الاسعار فيها سو ماتش غاليه شويه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نحاول يبقى عندنا اعاده تفكير، نتمنى ان احنا نلاقي عندنا مطورين بتلتزم بقوانين الدوله 30% من المباني على الاقل قبل ما تبدا طرح مشروعك، عشان نعمل ثقه ما بين العميل وثقه في المناطق العقاريه اللي احنا شغالين عليها. مبسوط ان انا كنت متواجد معاكم النهارده، ودايما احنا معاكم في كل جديد بيخص الشأن العقاري في غرب القاهره. انتظرونا باذن الله الجمعه الجايه وحلقه جديده من برنامجكم معكم مجدي منصور المتخصص في اخبار المجال العقاري في غرب القاهره. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.